مرحبا. رحت امبارحة زيارة الصبح لعند رفيقتي، ضيفتني قراقيش الزعتر، كتير طيبة وخفيفة وبتنعمل ب5 دقايق. إذا كنتي أول مرة بتشوفي قناتي يا ريت تتكرمي علي بالاشتراك واللايك. يلا أورجيكم كيف عملتها. خبز اللبناني، حاولي تجيبي المقاس الصغير، سواء كان خبز أبيض أو أسمر ما بتفرق. تقطعيه بالطريقة اللي بتحبيها، مثلثات، مربعات، بتحبي تقطعيها بشكل عشوائي مثل ما بتحبي. بنرتبها بصينية الخبز، بنحطها بالفرن تحت الشواية 3 دقايق. نعمل معها صلصة تغميس، نقدر نستعمل لبن زبادي، لبنة، جبنة كريم، جبنة الفيتا. هون أنا استعملت لبن زبادي، حطيت معه شوي نعناع يابسة وشوي سماق ومعلقة صغيرة فلفل. ما حطيت ملح لأنه الزعتر فيه ملح كافي. هون عنا بوعاء كبير شوي زيت زيتون، معلقة زعتر حلبي، سواء كان زعتر أخضر أو زعتر أحمر، كمان حسب رغبتك. بنضيف فوقهم الخبز اللي حمصناه، وبحركة خفيفة، تقليبة خفيفة حتى ما يتكسروا، حركة خفيفة نخلطهم مع بعض. وهذا الشكل النهائي. جربوها وقولوا لي رأيكم بالتعليق. وميت صحة وهنا.